انا شفت الفيلم ده مرتين، فهانز داون ده من احلى الافلام المصريه اللي نزلت الفتره اللي فاتت. اوقات كتير بنحتاج صوت يدلنا، صوت يوصلنا للحلم اللي محدش شايفه غيرنا. هل هنمشي ورا الحلم ده ولا الدنيا هتكون حيطه سد؟ رحله مليانه مشاعر مع بطلنا، طفل الباينو من النوبه، منبوذ ومن المعاناه بيحاول يكون بطل حكايته. رحله طفل من النوبه للقاهره عشان يغني ويحقق حلمه في برنامج على التلفزيون. بس هل هيقدر يكمل في الرحله اللي فيها مخاطر كتير وكل حاجه بتتسرق، ما بيتبقاش غير حلم صغير؟ الفيلم من بطولة الشاب الجميل ده بدر محمد، ومن إخراج كريم الشناوي مخرج لام شمسية. بيرجع لنا بفيلم ضيق اللي بيقدم فيه مضمون أكتر من إن هو فيلم يبهرك بصريا، سبستنس أوفر ستايل وأقرب للواقعية، بس في لمسة إبداعية بقى بتظهر في الحوارات الشعبية وأسلوب سرد القصة. في نفس الوقت الفيلم مش معتمد على البلوت، لأن هو مركز على بطل القصة والشخصيات اللي معاه. القصة بتتحرك من صراعاتهم هم، مش من صراعات الحاجات اللي حواليهم. الفيلم في المنطقة الدافية كده، منتصف جدول بين إن أنت تخش السينما تستمتع بيه وبين الجانب الفني والاخراجي. مش عايز اعلي البار اكتر من كده صراحه، بس مقارنه بالافلام المصريه اللي نزلت السنه دي فاظن ان هو اكيد هيخش نقاش انه واحد من الافضل. الفيلم بيتعرض دلوقتي في السينمات، ولو حابب تشوفني تاني فانت عارف بقى تعمل ايه، اعمل فولو.